السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله الفيديو ده هنكمل فيه درس التناسب الخاصية الخامسة. قبل ما نبدأ في الخاصية الخامسة ناخد بس مثال يراجع لنا الفيديو اللي فات. المسألة بتقول إذا كان أ على ب بيساوي ج على د بيساوي ه على واو، اثبت أن 5 أ ناقص 2 ج زائد 7 ه على 5 ب ناقص 2 د زائد 7 واو يساوي إحدى النسب. طالما قال أ على ب بيساوي ج على د يساوي ه على واو، يبقى على طول أقول إذا أ وب وج ود وه وواو كميات متناسبة. يبقى هقول أ على ب بتساوي ج على د بتساوي ه على واو، وده بيساوي كله م، ومنها بقى أقدر أجيب أ وج وه. يبقى أ هتساوي مقامها في الميم يعني ب م، يبقى الألف بتساوي ب م. طيب الجيم بتساوي مقامها اللي هو د في الميم، والهه بتساوي مقامها واو ميم. يبقى كده جبت الألف والجيم والهه. أعوض بقى في القيمة اللي هو عايزها لي. طالما عايز إثبات يبقى أنا عندي طرفين الأيمن والأيسر. بكتب الأيمن اللي هو 5 أ ناقص 2 ج زائد 7 ه على 5 ب ناقص 2 د زائد 7 واو، وأعوض عن كل حاجة بقيمتها. 5 أ يعني 5، أشيل الألف وأعوض بقيمتها اللي هي ب ب، يبقى أكتب ب م ناقص 2 ج، يبقى أكتب ناقص 2 ج اللي هي د م، يبقى د م زائد 7 ه. 7 أشيل الها وأحط قيمتها واو م، أكتب واو م. وبعد كده المقام 5 ب تنزل 5 ب ناقص 2 د زائد 7 واو. دول ملهمش قيم ان انا اعوض عنها. بعد كده بيساوي، اشوف فوق في عامل مشترك ولا مفيش عامل مشترك بين كل حد والتاني. 5 ب م و2 د م و7 واو م. يا ترى ايه المشترك هنا اهوت؟ هلاقي الميم موجوده في كل حد منهم، يبقى الميم موجوده عامل مشترك في البسط. بعد كده هيفضل ايه من الحد الاولاني؟ هيفضل 5 ب، وبعدين سالب على موجب فيها السالب 2 د، وبعدين موجب على موجب الميم راحت مع الميم فضل 7 واو. هتلاقوا هو اللي جوه القوس هو المقام اللي تحت اللي هو 5 ب ناقص 2 د زائد 7 واو، يبقى القوس اللي فوق هيروح مع المقام. يبقى اتفضل ايه؟ اتفضل م على 1. م على 1 يعني بتساوي م، وم دي اللي هي بتساوي إحدى النسب. وكده هو ساوى الطرف الأيسر وده بيساوي الطرف الأيسر. يبقى كده الطرفان متساويان. يبقى إذن الطرفان متساويان، وأكتب اللي هو كان عطوهولي فوق. إذن 5 أ ناقص 2 ج زائد 7 واو على 5 ب ناقص 2 د زائد 7 واو بيساوي إحدى النسب. نشوف بقى الخاصية الخامسة بتقول ايه. الخاصية الخامسة إذا كان أ على ب بيساوي ج على د بيساوي ه على واو بيساوي إلى يعني وهكذا، وكانت م 1 وم 2 وم 3 وهكذا أعداد حقيقية لا تساوي الصفر، فإن الخاصية بقى هو ده تطبيقها، إن م 1 في أ زائد م 2 في ج زائد م 3 في ه إلى ما لا نهاية على م 1 ب زائد م 2 د زائد م 3 واو وهكذا، بدي كله بيساوي إحدى النسب. يعني إيه؟ هو نفس كده هو النسب اللي هو عطاري دي تعتبر النسبة الأولى، ودي النسبة الثانية، ودي النسبة الثالثة. أ على ب النسبة الأولى، ج على د النسبة الثانية، ه على واو النسبة الثالثة. يعني اللي بيعمله فوق بيتعمل تحت. يعني النسبة الأولى أ على ب جه وأخد عدد حقيقي زي م 1 ضربها في الألف زي ما ضربها في حد النسبة الأول في أ، لازم تتضرب في المقام، هي نفس العدد بيتضرب في المقام. يبقى ضربت م 1 في أ يبقى لازم أضربه برضو في ب المقام بتاعه. طيب النسبة الثانية اللي هي ج على د، جبت عدد حقيقي تاني اللي هو م 2 ضربته في ج زي ما عملت في البسط لازم أعمل في مقام النسبة نفسها، فضربت برضو م 2 في الدال. طب جيت في النسبة الثالثة اللي هي ه واو، جبت عدد حقيقي اللي هو م 3 ضربته في اله، عملته في البسط كده يبقى لازم أضربه برضو في المقام. يبقى اللي بعمله في البسط لازم أعمله في المقام بالنسبة لكل نسبة فيهم. تعالوا نشوف التمارين وهي اللي هتوضح إن شاء الله. إذا كان س على 2 أ زائد ب بيساوي ص على 2 ب ناقص ج يساوي ع على 2 ج ناقص أ، اثبت أن 2 س زائد ص على 4 أ زائد 4 ب ناقص ج بيساوي 2 س زائد 2 ص زائد ع على 3 أ زائد 6 ب. طيب احنا دلوقتي عندي س على 2 أ زائد ب دي نسبة أولى، وصاد على 2 ب ناقص ج دي النسبة الثانية، وعين على 2 ج ناقص أ دي النسبة الثالثة. طيب هو دلوقتي في الطرف الأيمن جايب 2 س زائد ص. أنا ببص على البسط، هو عمل إيه؟
ضرب السين في 2. السين دي فين؟ دي في النسبة الأولى اهي، بسط النسبة الأولى س. عمل فيها ايه؟ هي كانت س ولا 2 س؟ لا كانت س، بس هو خلاها 2 س. يبقى عمل ايه؟ يبقى ضرب النسبة الأولى في 2. يبقى هقول بضرب النسبة الأولى في 2 زي ما عمل كده، ضرب في 2 يبقى هضرب النسبة الأولى في 2. بس زي ما أنا ضربت في البسط هروح ضربة في المقام بتاع النسبة الأولى برضو أضرب 2. وبعدين عمل ايه؟ قال زائد ص. يبقى ضرب النسبة الأولى في 2 زائد ص دي في النسبة التانية. طب ص في النسبة التانية عمل ايه؟ يبقى هقول وجمعها على النسبة التانية. يبقى اكتبها الأول وبعدين نشوف نعملها ازاي. يبقى هقول بضرب حدي النسبة الأولى في 2 وجمعها على النسبة التانية. طيب ناخد الطرف الأيمن. الطرف الأيمن بكتب البسط اللي هو 2 س زائد ص، وبعدين أجي أكتب المقام، هو ده بقى اللي هطبق فيه. أنا دلوقتي عملت إيه في البسط؟ ضربت في 2 النسبة الأولى، في السين ضربت 2 اللي هي النسبة الأولى اهي، الحد الأولاني اللي هو البسط 2 في س. يبقى لازم آخد المقام برضو أضربه في 2 زي ما عملت في البسط أعمل في المقام بتاع النسبة الأولى. يبقى ضربت في 2 في النسبة الأولى أصلا كانت إيه؟ 2 ألف زائد ب، المقام بتاعها كان 2 ألف زائد ب. يبقى كتبت كده اهوت عادي س على 2 ألف زائد ب، دي النسبة الأولى. بس هو عمل إيه؟ في الإثبات في الطرف الأيمن كان قال 2 س، يبقى جيت جنب السين وكتبت 2 ضربتها في 2، وجيت عند المقام وضربته في 2، وبعدين جمعت على النسبة التانية. النسبة التانية اللي هي إيه؟ ص على 2 ب ناقص ج. البسط مكتوب ص على المقام نكتبه زي ما هو اللي هو 2 ب ناقص ج، مقام النسبة التانية اللي هو 2 ب ناقص ج، لأن هو هنا ما ضربش في حاجة، هو كتب على طول جمعها على النسبة التانية. ده بالنسبة للبسط، أنا بصل البسط، بس بعد ما عملت اللي في البسط رحت عاملة زيه في المقام. نفك بقى الأقواس اللي عندي. البسط زي ما هو 2 زائد ص، وبعدين هنا أوزع الاتنين تتضرب في 2 ألف والاتنين هتتضرب في الب، يبقى موجب في موجب، موجب 2 في 2 4 ألف، موجب في موجب، موجب 2 ب، وبعدين زائد 2 ب ناقص ج. نشوف ايه بقى اللي يتجمع مع بعض. طبعا الحدود المتشابهة بتتجمع مع بعض. البسط هنا 2 س زائد ص. طب المقام 4 ألف مفيش زيه تاني، تتكتب 4 ألف، لكن الب عندي موجب 2 ب وموجب 2 ب. طيب إشارات متشابهة تنزل نفس الإشارة واجمع اللي هي الموجب، وأجمع 2 و2 4 ب ناقص ج. لو تلاحظوا 4 ألف زائد 4 ب ناقص ج، وده فعلا اللي هو المطلوب في الطرف الأيمن اللي هو 4 ألف زائد 4 ب ناقص ج، وغالبا بتوصلوا كده. ودي بقول عليها بتساوي إحدى النسب وسميها رقم 1. دي رقم 1 اللي هو الطرف الأيمن. ناخد بقى الطرف الأيسر. طيب الطرف الأيسر بقى بيقول إيه؟ 2 س زائد 2 ص زائد ع. بنقرا البسط 2 س زائد 2 ص زائد ع. السين دي اللي هي النسبة الأولى. طيب هي كانت النسبة الأولى س، لكن هنا 2 س، يبقى هقول بضرب حدي النسبة الأولى في 2، لأن هو ضرب هنا في 2، وبعدين زائد 2 ص، يعني النسبة التانية هي ص، هو برضو ضربها في 2، يبقى أقول برضو وضرب حدي النسبة التانية في 2 زائد ع. هقول هنا جمعهم على النسبة ايه؟ ع دي في النسبة التالتة، دي النسبة الأولى، النسبة التانية النسبة التالتة، وجمعها على النسبة التالتة. اكتبها الأول وبعدين نشوف هنعملها ازاي. يبقى أقول بضرب حدي النسبة الأولى في 2 والتانية في 2 وجمعوهم على التالتة. نكتب بقى الطرف الأيسر. كان بيقول البسط بتاعه 2 س زائد 2 ص زائد ع على المقام. المقام بقى أنا اللي بعمله. هو عمل إيه في النسبة الأولى؟ إحنا قلنا ضربها في 2 س، هي أصلا النسبة الأولى كانت س، فهو عمل إيه؟ ضرب في 2. يبقى أجي في المقام برضو هضرب في 2. بكتب المقام زي ما هو اللي هو 2 ألف زائد ب، أحطه بين قوسين لأن هو ضربه في 2، يبقى 2 في القوس 2 ألف زائد ب، وبعدين زائد الصاد دي النسبة التانية عشان هو هنا زائد 2 صاد. طب الصاد النسبة التانية عمل فيها ايه؟ ضربها في 2. طب هي مقامها كان ايه؟ 2 ب ناقص ج، يبقى هضربها برضو في 2، احط الاتنين اللي هي اتضربت في الصاد وافتح قوس واكتب مقامها اللي هو ب 2 ب ناقص ج، يبقى 2 ب ناقص ج زائد ع. تالت حاجة قال زائد ع. زائد ع يعني هو جمع على طول ع اللي هي النسبة التالتة، ضربها في حاجة او طرحها من حاجة او كده، لا هو جمعها على طول، ما ضربش فيها اي عدد حقيقي، يبقى تتكتب المقام بتاعها زي ما هو. يبقى هقول زائد زي ما هنا الإشارة زائد تنزل برضو زائد ايه؟ 2 ج ناقص ألف اللي هو مقام العين. بعد كده نجمع الحدود المتشابهة مع بعض، بس الأول نوزع الاتنين دي جوه القوس، وهنا الاتنين برضو نوزعها جوه القوس. نكتب الأول المقام زي ما هو 2 س زائد 2 ص زائد ع، وبعدين نعمل شرطة الكسر
نضرب بقى 2 في 2 يبقى 4 ألف، موجب في موجب موجب 2 ب. وبعدين نوزع الاتنين دي جوه القوس ده، موجب في موجب موجب 2 في 2 4 ب، موجب في سالب سالب 2 ج، والتاني ينزل زي ما هو زائد 2 ج ناقص ألف. نشوف بقى الحدود المتشابهة نجمعها مع بعض الأول. كتبت البسط 2 س زائد 2 ص زائد ع، بعد كده المقام 4 ألف وسالب ألف، طبعا المتشابه مع بعض، الحدود المتشابهة مع بعض، الألف اللي فيه الألف الأول بجمعه إشارات مختلفة، باخد إشارة الكبير وأطرح، هنا موجب 4 وهنا سالب ألف، يعني موجب 4 وسالب 1 يبقى إشارة الكبير وأطرح إشارة الكبير موجب 4 ناقص 1 3 ألف. وبعد كده دي كانت الألف مع الألف خدتها خلاص. بعد كده الب والب الحدود المتشابهة، إشارات متشابهة يبقى أحط نفس الإشارة اللي هي موجب وأجمع 2 و4 6 ب. بعد كده سالب 2 ج وموجب 2 ج، عدد ومعكوسه الجمعي بيروحوا مع بعض، يبقى كده هو اتفضل 2 س زائد 2 ص زائد ع على 3 ألف زائد 6 ب. لو بصيتوا للطرف الأيسر فعلا بيقول 2 س زائد 2 ص زائد ع على 3 ألف زائد 6 ب، وده هقول بيساوي إحدى النسب، ودي تبقى رقم 2. يبقى أقول إذا من 1 و2 الطرفان متساويان، إذا 2 س زائد ص على 4 ألف زائد 4 ب ناقص ج بيساوي 2 س زائد 2 ص زائد ع على 3 ألف زائد 6 ب، اللي هو كان قايل لي أثبته. انتوا هتحسوها انها صعبة، لكن هي مش صعبة، هي سهلة خالص، بس عايزة تدريبات، وكل ما تحلوا أكتر هتحسوا الموضوع سهل جدا. ناخد واحدة كمان. إذا كان س على س زائد ص بيساوي ص على ص ناقص ع بيساوي ع على ع ناقص س، برهن أن يعني اثبت أن 2 س زائد ص زائد ع على س زائد 3 ص بيساوي س زائد 2 ص زائد ع على 3 ص ناقص ع. طب أنا عندي دي س على س زائد ص دي النسبة الأولى، ص على ص ناقص ع دي النسبة الثانية، ع على ع ناقص س دي النسبة الثالثة. طيب هو في الطرف الأيمن 2 س زائد ص زائد ع، عمل إيه؟ ضرب السين في 2، يبقى هاجي في النسبة الأولى هقول بضرب حدي النسبة الأولى في 2، وبعدين جمعها على ص وعين وجمعهم على النسبة الثانية والثالثة، لأن الصاد هنا في النسبة الثانية والعين في النسبة الثالثة، ما ضربهمش في أي عدد تاني في أي عدد حقيقي، هو جمعهم على طول زي ما هما. يبقى نكتبها وبعدين نكتب الطرف الأيمن. يبقى هقول بضرب حدي النسبة الأولى في 2 وجمعهم على الثانية والثالثة، ده في الطرف الأيمن اللي هو بيقول ايه البسط بتاعه 2 س زائد ص زائد ع. الطرف الأيمن 2 س زائد ص زائد ع كتبته في البسط. طيب المقام زي ما عملت في البسط هعمل في المقام بتاعه، أنا ضربت السين في 2، السين دي اللي هي في البسط هنا وفي النسبة الأولى ضربتها في 2، يبقى هاجي في المقام بتاعها وأضرب في 2، يبقى أكتب 2 وأفتح قوس طالما مقدار، أفتح قوس وأكتب س زائد ص، وبعدين زائد اللي هي مكتوبة فوق هنا زائد تنزل برضو زائد زي الإشارة بالظبط تنزل هي صاد اللي هي النسبة التانية، عمل فيها حاجة ضربها في حاجة؟ لا مضربهاش في حاجة، نزلت زي ما هي، يبقى اكتب برضو المقام بتاعها زي ما هو، يبقى صاد ناقص ع، وبعدين زائد ع اللي هي في البسط تنزل الزائد زي ما هي، ع دي اللي هي النسبة ايه التالتة، عمل فيها حاجة؟ لا مضربش فيها اي حاجة، نزلت زي ما هي زائد ع، يبقى انزل برضو المقام زي ما هو ع ناقص س. بعد كده اشوف افك دلوقتي المقدار اللي تحت، اكتب البسط زي ما هو 2 س زائد ص زائد ع، وبعدين اوزع الاتنين دي جوه المقدار ده، الاتنين تتضرب في السين والاتنين تتضرب في الصاد، طبعا الاشارات متشابهه هنا موجبه، يبقى موجب في موجب بموجب 2 في س يعني 2 س، موجب في موجب موجب 2 صاد، وبعدين زائد صاد ناقص ع زائد ع ناقص س. بننزل البسط زي ما هو 2 س زائد ص زائد ع، وفي المقام اشوف الحدود المتشابهه بجمعها مع بعض، هنا 2 س في زيها س في هنا سالب س، 2 س بالموجب وهنا سالب 1 س، اشارتين مختلفتين اخد اشاره الكبير واطرح اشاره الكبير اللي هي هنا موجب يبقى 2 ناقص 1 بواحد س، 1 س طبعا طالما قدام الرمز واحد مش بيتكتب، بدل موجب واحد مش بيتكتب الواحد بيتكتب الرمز اللي هو س. طيب موجب 2 ص وموجب ص، موجب 2 ص وموجب ص يعني موجب 1 ص، موجب مع موجب يعني نفس الإشارة تنزل نفس الإشارة واجمع 2 و1 3 ص، وبعدين عندي هنا سالب ع وموجب ع عدد ومعكوسه الجمعي راحوا مع بعض، موجب ع يعني موجب 1 ع مع سالب 1 ع دول راحوا مع بعض، يبقى يتفضل س زائد 3 ص. أبص كده في الطرف الأيمن لقيت فعلا المقام س زائد 3 ص طلع هو مظبوط، دي بتساوي إحدى النسب، ودي بسميها رقم 1.
طيب نشوف الطرف الايسر بيقول س زائد 2 ص زائد ع. هنا السين نزلت زي ما هي، دي النسبه الاولى نزلت زي ما هي يبقى ما عملش فيها حاجه. لكن هنا في النسبه الثانيه عمل فيها ايه؟ اللي هي فيها الصاد ضربها في 2، يبقى هقول بضرب النسبه الثانيه في 2. وزائد ع النسبه الثالثه نزلت زي ما هي، يبقى ضرب النسبه الثانيه في 2 وجمعها على الاولى والثالثه، يبقى هنا اللي ضرب فيها هي النسبه الثانيه. اكتبها. يبقى كده اقول الطرف الايسر بضرب حدي النسبه الثانيه في 2 وجمعها على الاولى والثالثه، على النسبه الاولى والثالثه. اكتب البسط بتاع الطرف الايسر زي ما هو، اللي هو بيقول س زائد 2 ص زائد ع. طيب المقام هو اللي بيتغير، حسب اللي عملته فوق بعمله تحت. السين هنا اهوت دي النسبه الايه؟ الاولى. عمل فيها حاجه؟ ضربها في حاجه؟ لا، ما ضربهاش في حاجه، فهنزل مقامها زي ما هو. مقامها كان بيقول ايه؟ بيقول س زائد ص، يبقى نزلت النسبه الاولى زي ما هي س على س زائد ص. طيب بيقول هنا زائد 2 ص، طيب الزائد هتنزل زي ما هنا في زائد تنزل تحت زائد. 2 ص عمل ايه؟ الصاد دي النسبه ايه؟ النسبه الثانيه. هنا الصاد هي النسبه الثانيه. طب هي كانت صاد ولا 2 صاد؟ لا كانت صاد. هو عمل ايه؟ خلاها مضروبه في 2، يبقى ضرب في 2 في البسط، يبقى لازم اعمل المقام بتاعها اضربه في 2، يبقى اكتب 2 وافتح قوس واعمل الصاد ناقص ع في قوس اللي هو يبقى مقدار. طيب وبعدين فوق بقى بعد كده زائد ع. ع دي النسبه ايه؟ النسبه الثالثه. ع جمعها في حاجه، ضرب فيها حاجه او كده اهوت؟ لا ما ضربش اي حاجه، جمعها بس، يبقى هتنزل الزائد وانزل المقام زي ما هو، يبقى زائد زي ما هي فوق زائد ع. طيب المقام بتاعها ايه؟ ع ناقص س، تنزل زي ما هي. بعد كده افك القوس هقول يساوي، اكتب البسط زي ما هو اللي هو س زائد 2 ص زائد ع على المقام اللي هو س زائد ص، زائد الاتنين دي هتتوزع جوه القوس ص ناقص ع، هتتضرب مرة في الصاد ومرة في العين، موجب في موجب بموجب 2 ص، وبعدين موجب في سالب بسالب 2 ع، وبعد كده موجب ع ناقص س. بعد كده بقول يساوي، اكتب البسط زي ما هو اللي هو س زائد 2 ص زائد ع، وبعدين تحت في المقام اشوف الحدود المتشابهه بجمعها مع بعض. السين موجب س راحت مع السالب س، عدد ومعكوس والجمع راحوا مع بعض. طيب اشوف الصاد، بحط طبعا خط تحت الحدود المتشابهه، وعملت الشكل المتعرج ده تحت العين اللي هي متشابهه، والسين راحت مع السين. طب هنا موجب صاد وموجب 2 صاد، اشارات متشابهه بجمع، احط نفس الاشاره اللي هي الموجب واجمع 1 و2 يعني 3 صاد. وبعدين سالب 2 ع مع موجب ع، اشارات مختلفه، بعمل ايه؟ اخد اشاره الكبير اللي هي هنا السالب، لان هنا هو السالب هنا هو هي اللي اكبر، الاثنين هنا الاكبر، اشاره الكبير اللي هي السالب واطرح 2 ناقص 1 1 ع يعني سالب ع. وفعلا ابص في الطرف الايسر المقام بتاعها فعلا 3 ص ناقص ع، ودي هقول بتساوي احدى النسب. يعني ايه احدى النسب؟ احدى النسب يعني اي نسبه من اللي هو عطاها لي، يعني النسبه اللي طلعت لي دي هتساوي اي نسبه من اللي هو عطاها دي، ودي بسميها رقم 2. يبقى من 1 و2 اذا الطرفين متساويان، اذا 2 س زائد ص زائد ع على س زائد 3 ص بيساوي س زائد 2 ص زائد ع على 3 ص ناقص ع. انا بحاول مع شرح كل درس اجيب لكم مسائل امتحانات بحيث ان انتوا تفهموا الدرس وتطبقوا في نفس الوقت. المسائل امتحانات مهمه. مساله بتقول اذا كان ا على 7 بيساوي ب على 5 بيساوي ج على 3، برهن ان يعني اثبت ان ا زائد ب على 2 بيساوي 3 ب زائد ج على 3. طيب هلاقي الطرف الايمن ا زائد ب على 2. طيب عمل ايه؟ الالف دي النسبه الاولى والب النسبه الثانيه، عمل فيهم ايه؟ قال ا زائد ب، يبقى جمعهم على بعض، ما عملش اي حاجه، ما ضربش ولا اي حاجه. يبقى هقول ايه؟ بجمع حدي النسبه الاولى والثانيه، بجمع حدي النسبه الاولى والثانيه. فانا بكتب البسط بتاع الطرف الايمن اللي هو ا زائد ب. طيب اعمل بقى زي ما كان عمل في البسط اعمل في المقام. عمل حاجه في البسط؟ لا زي ما هو، يبقى هكتب المقام بتاعه زي ما هو السبعة، بس جمعها يعني هنزل الزائد زي ما كانت فوق تبقى تحت، وبعدين كانت الب نزلت زي ما هي ما اتضربتش في حاجه، يبقى انزل المقام بتاعها زي ما هو. يبقى دي بتساوي البسط زي ما هو ا زائد ب، واجمع 7 زائد 5 12، ودي بسميها رقم 1 اللي هي بتاعت الطرف الايمن، دي بنقول بتساوي احدى النسب، وتبقى دي رقم 1. نشوف بقى الطرف الايسر. الطرف الايسر بيقول 3 ب زائد ج على 3. ماشي، اشوف البسط بيقول 3 ب. 3 ب، ب دي طبعا النسبه ايه؟ الثانيه. عمل فيها ايه؟ ضربها في 3، يبقى هقول بضرب حدي النسبه الثانيه في 3 زائد ج، الجيم دي النسبه الثالثه وجمعها على الثالثه، لان هو ضرب النسبه الثانيه ب دي في النسبه الثانيه، ضرب النسبه الثانيه في 3 وجمعها على النسبه الثالثه، يبقى هقول بضرب حدي النسبه الثانيه في 3 وجمعها على الثالثه. اكتب البسط بتاعها اللي هو 3 ب زائد ج.
وبعدين اعمل المقام. عمل ايه في النسبة هنا الب؟ طبعا النسبة ايه؟ النسبة التانية. عمل فيها ايه؟ ضربها في 3. يبقى هقول 3 في المقام بتاعها اللي هو 5. يبقى ضرب زي ما ضربت البسط في 3 يبقى هضرب المقام بتاعها في 3. يبقى ضرب ال5 في 3. وبعدين الزائد بتنزل زي ما هي، والجيم اللي هي النسبة التالتة جمعها على النسبة التالتة اللي هي جيم كانت في البسط، المقام بتاعها ينزل زي ما هو اللي هو 3. يبقى هتساوي 3 ب زائد جيم. 3 في 5 ب15 زائد 3. يبقى هتساوي 3 ب زائد جيم على 15 زائد 3 يعني بتساوي 18. ودي بتساوي إحدى النسب، ودي تبقى رقم 2. يبقى رقم 1 طلعت بتساوي إحدى النسب، ورقم 2 بتساوي إحدى النسب. يبقى أقول من 1 و2 إذا الطرفين متساويان. الطرف الأولاني اللي هو رقم 1 أ زائد ب على ال 12 بيساوي رقم 2 اللي هي 3 ب زائد ج على 18. بس أطلع للإثبات، هو كان البسط فعلا أ زائد ب بس مقامه 2، والطرف الأيسر 3 ب زائد ج فعلا البسط لكن المقام 3. طيب ما أنا هلاقي هنا المقام هيختصر مع المقام هنا لو قسمت على 6 وهنا على 6، على 6 فيها ال2 وعلى 6 فيها ال3، بقى فعلا المقام هنا 2 وهنا 3. يبقى إذا أ زائد ب على ال2 بيساوي 3 ب زائد ج على 3. المسألة دي مهمة شوية. بيقول إذا كان ص على س ناقص ع بتساوي س على ص بتساوي س زائد ص على ع، اثبت أن كلا من هذه النسب بيساوي 2، ثم اوجد س إلى ص إلى ع. أول حاجة عايز يثبت إن كل هذه النسب بتساوي 2. يعني إيه كل هذه النسب؟ كلهم يعني مجموعهم. يعني هو كده هيجمع النسبة الأولى والنسبة الثانية والنسبة الثالثة، عايز يثبت إن مجموعهم بيساوي 2. طيب أنا هعمل إيه؟ يبقى هقول بجمع النسبة الأولى والثانية والثالثة، يعني بجمع المقدمات والتوالي. طيب يبقى هقول ايه بجمع النسب الثلاثه؟ مقدمات زائد مقدمات وتوالي زائد توالي. يعني انا باخد كده بيقول اثبت ان كل هذه النسب، كل هذه النسب يعني مجموعهم، يعني ص زائد س زائد السين زائد ص. انا خدت الصاد اللي هي النسبه الاولى والسين اللي هي النسبه الثانيه والسين زائد ص اللي هي مقدم النسبه الثالثه. يبقى خدت المقدمات كده جمعتهم على التوالي بتاعتهم اجمعهم مع بعض. يبقى زي ما انا عملت فوق هعمل تحت. انا جمعت البسط بتاع اللي فوق المقدمات فوق من غير ما اضرب في حاجه، يبقى هنقل المقام او التوالي زي ما هي. يبقى س ناقص ع زائد الصاد زائد العين. جمعت اللي فوق وجمعت اللي تحت. بعد كده بشوف الحدود المتشابهه بجمعها مع بعض فوق وتحت. هلاقي هنا موجب صاد وموجب صاد، موجب واحد وموجب واحد، يعني نفس الاشاره. يبقى هجمع واحد وواحد يبقى 2 صاد طالما الحدود متشابهه. طب السين هنا موجب س وزائد موجب س، يعني واحد وواحد يبقى نفس الاشاره بحطها اللي هي الموجب واجمع 2 س، يبقى 2 ص زائد 2 س. المقام هلاقي سالب ع راحت مع موجب ع، عدد ومعكوس الجمع راح مع بعض. السين زائد ص هيفضل س زائد ص. طيب هلاقي فوق في البسط 2 عامل مشترك، يبقى هاخد ال2 عامل مشترك. طبعا الجمع ابدالي يعني هيفضل ص زائد س. خدت 2 عامل مشترك، الاتنين مشتركا بين الحد ده والحد ده، هيفضل ايه؟ 2 وافتح قوس هيفضل ص زائد س. طيب والمقام اللي هي س زائد ص، مش هو الجمع ابدالي؟ طيب انا افضل فوق 2 ص زائد س هي س زائد ص. الجمع ابدالي اجيبه في الاول اجيبه في الثاني مش مشكله. على المقام اللي هو س زائد ص، هلاقي القوس اللي هو س زائد ص هيروح مع المقام س زائد، يبقى هيفضل 2 على 1 يعني هتساوي 2، و2 دي يعني بتساوي إحدى النسب، وده بيساوي الطرف الأيسر. يعني ايه إحدى النسب؟ يعني ممكن ص على س ناقص ع دي بتساوي 2، أو س على ص دي بتساوي 2، أو س زائد ص على العين دي بتساوي 2. يبقى طلع فعلا إن كل هذه النسب مجموعهم بيساوي 2 اللي هو الطرف الأيسر. يبقى إذا كلا من هذه النسب بيساوي 2. ده المطلوب الأول. بعد كده عايز نسبة س إلى ص إلى ع. يبقى كده عرفت إن ص على س ناقص ع دي ممكن تساوي 2، وس على ص برضو ممكن هي اللي بتساوي 2، وس زائد ص على العين دي بتساوي 2. لان هو اثبت ان كل من هذه النسب بتساوي 2، لان احنا اثبتنا دلوقتي ان هي بتساوي فعلا 2، بتساوي احدى النسب، اي واحده فيهم هي اللي هتساوي 2. انا هاخد دلوقتي س على ص بحيث ان هي مش بتضاف لها حاجه، فبقول س على ص دي بتساوي ايه؟ دي بتساوي 2. احنا خدنا كده اهوت س على ص دي هتساوي 2 اللي هي احدى النسب، فانا اخترت النسبه س على ص دي اللي بتساوي 2. طيب انا دلوقتي عايزه اجيب السين او الصاد، فاحنا خدنا حاصل ضرب الطرفين بيساوي حاصل ضرب الوسطين. طب هنا المقام بتاع الاتنين دي ايه؟ مقامها 1. طب لما اجي اعمل حاصل ضرب الطرفين بيساوي حاصل ضرب الوسطين، يبقى س في 1 يعني بس بتساوي 2 في ص يعني الس بتساوي 2 ص.
يبقى انا كده جبت السين بتساوي 2 ص. طيب هاخد بقى النسبة دي س زائد ص على ع، دي برضو بتساوي 2، هساويها بالاتنين، يبقى س زائد ص دي النسبة ديت س زائد ص على العين برضو بتساوي 2. طيب الاتنين دي مقامها ايه؟ برضو مقامها 1. طيب هشيل السين واحط قيمتها اللي طلعت هنا 2 ص، يبقى هنا س زائد ص اشيل السين واحط قيمتها ان الس بتساوي 2 ص، يبقى السين اشيلها واحط قيمتها اللي هي 2 ص زائد الصاد تنزل على العين، ودي بتساوي 2 على 1. طيب اجمع دي حدود متشابهه، 2 ص وموجب ص، يعني هتبقى موجب 3 ص على عين، دي بتساوي 2 على 1، يبقى 3 ص على عين بتساوي 2 على 1. اقول بقى حاصل ضرب الطرفين بيساوي حاصل ضرب الوسطين، يعني 3 ص في 1 هتبقى 3 ص، دي بتساوي 2 في عين، يعني تساوي 2 عين، يبقى 3 ص بتساوي 2 عين. طيب انا عايزه كده بقى ص على عين، ص على عين بتساوي ايه؟ انا مشيت كده اهوت، مشيت من هنا لهنا من اليمين للشمال، ص على عين، يبقى ارجع بالعكس اخد بقى من 2 على 3، يبقى ص على عين بتساوي 2 على 3، بدل ما مشيت من هنا لهنا ارجع باللي جنب العين، مشيت من ص الى عين يبقى هتساوي 2 على 3. طب انا جبتهم ليه؟ عشان هو عايز س الى ص الى عين، س الى ص الى عين لما يكون نسبة 3 نسب مع بعض، س الى ص الى عين، س الى ص بكام؟ 2 الى 1، يبقى هكتب تحت السين الى ص 2 الى 1، س الى ص 2 الى 1 من هنا، س الى ص 2 الى 1، فكتبت س الى ص 2 الى 1، ده في سطر. السطر اللي بعده ص الى عين، من ص للعين اجي تحت الصاد واكتب 2 الى العين 3، يبقى في السطر الاولاني كتبت س الى ص 2 الى 1، السطر الثاني ص الى عين، ص الى عين كام؟ 2 على 3، يبقى 2 الى 3. طيب في عندي طريقتين للحل، يا اما هكتب المليان يكب على الفاضي او طريقه حرف الان، اوريكم الطريقتين وانتوا تشوفوا ايه اللي يريحكم. هنعمل دلوقتي المليان يكب على الفاضي، يعني ايه؟ يعني هنا الواحد دي مليانه جواها، هنا في واحد، لكن العين دي فاضيه مفيش تحتيها حاجه، فانا هعمل ايه؟ المليان يكب على الفاضي، الواحد دي تكب على العين هنا اهوت تبقى 1، راحت بقت زيها، الواحد بقت هنا 1. طب هنا السين هنا في الحته دي مفيش حاجه وراها، بس اللي تحتيها بس اللي جنبيها في 2، فالاتنين تروح جايه عليها هنا وتروح كاتبه زيها 2، يبقى الواحد اتكتب جنبها 1 زيها، والاتنين اتكتبت جنبها زيها نفس الرقم. بعد كده بعمل ايه؟ اضرب بقى اللي تحت بعض، 2 في 2 ب4، الى 1 في 2 ب2، الى 1 في 3 ب3، اضرب بقى اللي تحت بعض مع بعض، يبقى النسبه س الى ص الى عين طلعت 4 الى 2 الى 3. طب اوريكم حرف الان، نفس الفكره، س الى ص بكام؟ س الى ص طلعت 2 الى 1 في سطر، السطر الثاني ص الى عين، ص الى عين 2 الى 3، يبقى 2 الى 3، واعمل شرطة الكسر، كتبت س الى ص 2 الى 1. طب ص الى عين 2 الى 3. بعمل حرف الان ازاي؟ طبعا عارفين حرف الان بيبقى كده، باجي هنا اهوت ابدا من الشمال، ادي ال3 تطلع على الواحد، تنزل كده تطلع كده، ادي بقى حرف الان اهو. بعد كده اضرب بقى اللي هو الخطين المتوصلين ببعض، الاتنين متوصله بالاتنين فضربتها بقت 4، 2 في 2 ب4، وبعدين 2 متوصله بالواحد، الخط بتاعها جاي على اللي فوقيها اللي هو الواحد، يبقى 1 في 2 ب2، وبعدين عندي ال3 متوصل الخط بتاعها بالواحد، يعني 3 في 1 ب3، يبقى طلعت نسبة س الى ص الى عين 4 الى 2 الى 3. فانتوا عندكم طريقة المليان يكب على الفاضي او طريقة حرف الان كنتوا واخدينها في ابتدائي. بكده نكون انتهينا ان شاء الله من درس التناسب، ان شاء الله المرة الجاية التناسب متسلسل. اتمنى تكونوا استفدتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.